القمة 3 وحايد، ملعب المباراة برج العرب. الاهلي قال برج العرب ده مش من ضمن الملاعب بتاعتي، بس هو احسن من بترو سبورت. ماشي مفيش مشكلة نلعب عليه. ضاضا يرد مش هلعب في اسكندرية، وديني قلتها كلمة واحدة. تاني يوم الاهلي سافر اسكندرية، ضاضا مصر على موقفه، هروح اعمل محضر للاهلي لو ما جاش ملعب المباراة اللي هو بترو سبورت، وهتتحسب النتيجة ليا وابقى كسبان 2-0. فاضل يومين على الماتش. تليفون ضاضا بيرن، الو مين معايا؟ وزير الياقة. ايوه يا باشا. لا 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 احنا مش هنلعب في اسكندرية، لا هم هيجولنا بترو سبورت، ما تخافش يا جدع ما تخافش. تقول ايه؟ العيال بتوع التر سيقتحموا الملعب. طالما يا باشا حفاظا على امن البلد يبقى تنزل المره دي ونروح اسكندريه. ضاضا بيعمل مكالمه، الو اد يا نيدو خد الفرقه ياد واطلع على اسكندريه ياد، ما تودناش في داهيه، سلام. تصريح من سيد عبد الحفيظ، رمضان يا ابني خلي بالك خلي بالك، اوعى تقف على الكوره تاني، دي بتزعل الناس مننا يا ابني، واحنا بنتشعبط في رضا ربنا. وقفتك دي بتلخبط الناس، ما بقوش عارفين العيد بقى امتى بالظبط. اعقل يا ابني وخليك انت الكبير وسيبك من اللي بيتقمصوا. صفحه الاهلي تنزل عفريت ال6-1 جمهور الزمالك في رعب، كله خايف النتيجه هتتكرر مره تانيه. يا نهار ابيض، ده احنا اترفعنا من الاسماعيلي، طب هنعمل ايه من الاهلي؟ هدينا هنشوف. بدايه المباراه ضغط من نادي الزمالك، الجمهور ده بينهم هيعملوها ولا ايه؟ العيال ضاغطين اهو. نص الشوط الاول الزمالك جاله ارتخاء عضلي شديد، مش قادر يجري. الجمهور رجع يرقد في ضوافره وافتكر صوره عفريت ال6-1، ده بينها هتحصل تاني يا جدعان. نيدو واقف على الخط، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ نزل يا ابني الواد اللي بيتقمص دوت. نزل الواد اللي بيتقمص، ما عملش حاجه خلاص. نزل لهم يا ابني مصطفى السافل، هيخلص الموضوع كله. بعدها جمهور الزمالك حس بالامل، وقف على رجله وبرق وبص للشاشه. لا مليك ايفونا المختفي تماما، في وسط 3 في وسط 3 في وسط 3 في وسط 3 في وسط 3، يا نهار ابيض. نيدو قال لك ما بدهاش بقى، انزل يا ابني بالاباتش عليهم، خلص الدنيا. هجمه خطيره للزمالك، معجون يوسف شوطه خطيره، جسمه روعه حجازي، طويله خطيره، يا نهار ابيض. 3 على 1 3 على 2، داخل يلم كورته يلم كورته فعلا، حطها له هوبا والهدف. يا نهار ابيض، ذبحت المباراه يا ابني. الفيديو ده معمول للناس اللي بتزيد في الزيطه واللي لسه يا دوبك بتشجع كوره بقالها سنه سنتين. اعرف حجمك، لان المشاهد دي هتتكرر كل لما تقابل المارد. ايها الشارد، سلام عليكم. اخر حاجه احب اقولها، حازم يا امام للاسف ظلمت نفسك بالشغل مع الناس دي، انت راجل عالمي كلنا بنحبك، ارجع لمكانك الطبيعي. شكرا.